محاميات شمال وشرق سوريا لرفض مشاركة المجرمين في مستقبل سوريا. نحن محاميات شمال وشرق سوريا نعلن وبكل وضوح رفضنا القاطع لحضور أي شخصيات تورطت في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضمن المشهد السياسي والعسكري في سوريا. أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء لا يمكنهم أن يكونوا جزءا من أي عملية سياسية شرعية، بل يجب محاسبتهم على جرائمهم التي لا تسقط بالتقاضي. تستذكر سوريا والعالم جريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل التي قتلت بوحشية يوم 12 أكتوبر تشرين الأول عام 2019 في سياق عملية احتلال مدينتي سريكانية وتل أبيض تحت مسمى نبع السلام التركية. قامت مجموعة مسلحة تابعة لأحرار الشرقية بقيادة أحمد إحسان فياض الهايس الملقب بأبو حاتم شقرة بقتلها مع سائقها ومرافقيها عبر إعدام ميداني. هذه الجريمة كانت جريمة حرب مكتملة الأركان وصدمت الرأي العام الدولي لما فيها من قتل خارج نطاق القضاء وإهانة للكرامة الإنسانية. من بين القادة العسكريين المسؤولين عن هذه الجريمة ومن بينهم المجرمون الذين يجب أن يستبعدوا من المشهد السياسي والعسكري السوري، تبرز عدة شخصيات تحمل تاريخا من الانتهاكات الصارخة. أولهم محمد جاسم أبو عمشة قائد فرقة السلطان سليمان شاه العمشاد الذي شارك في نهب الممتلكات والتهجير القسري وارتكاب جرائم حرب في مناطق مثل عفرين، يتمتع سجله بالإفلات من العقاب رغم إدراجه في قوائم العقوبات الدولية بسبب تورطه في تعذيب المدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ثانيا أحمد إحسان فياض الهايس أبو حاتم شقرة قائد أحرار الشرقية الذي قاد عملية إعدام الشهيدة هفرين خلف، مما يجعله مسؤولا عن قتله خارج نطاق القضاء وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. ثالثا سيف بولات أبو بكر قائد فرقات الحمزات المتورط في الاختطاف التعذيب والقتل في مناطق عدة في الشمال السوري. جرائمه تشمل التشريد القسري وهو جزء من شبكة عنف لا تفرق بين مدنيين ومقاتلين. إنما ارتكبته هذه الشخصيات من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا عليه وفق القوانين الدولية والمحلية، لا أن يكافئوا في مناصب قيادية. وفيما يتعلق بحادثة اغتيال الشهيدة هفرين خلف نستند إلى المواد القانونية التالية. أولا اتفاقيات جنيف عام 1949. المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين ومنع القتل العمد بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والمعاملة الوحشية للمدنيين. ويعد إعدام الشهيدة هفرين خلف جريمة تتعارض مع هذا النص. ثانيا نظام روما الأساسي عام 1998. المادة الثامنة من نظام روما الأساسي التي تجرم القتل العمد والإعدام الميداني كجرائم حرب ضد المدنيين. والمادة السابعة من النظام نفسه تعترف بجرائم القتل الغير المشروع والتعذيب والإخفاء القسري كجزء من الجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي ارتكبت ضد العديد من السوريين بما في ذلك الاغتيال السياسي لهفرين خلف. ثالثا القانون الدولي لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية وتعترف بأن لكل فرد الحق في العيش بسلام، وهو ما انتهكته قادة المجموعات المسلحة في الشمال السوري المدرجة أسمائهم أعلام. رابعا قرارات العقوبات الدولية، إدراج العديد من القادة العسكريين في قوائم العقوبات الأمريكية والدولية بسبب تواطؤهم في الجرائم بما في ذلك تلك التي ارتكبت بحق المدنيين في عفرين وسريكانية، من بينهم محمد الجاسم أبو عمشة وأحمد إحسان فياض الهايس أبو حاتم الشقرة. أما مطالبنا أننا نطالب الجهات الحقوقية المحلية والدولية بما يلي: استبعاد الشخصيات المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان من أي عملية سياسية وعسكرية في سوريا. ثانيا ملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكم الدولية والعدالة الانتقالية السورية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة. ثالثا إنصاف الضحايا بمن فيهم الشهيدة هفرين خلف وعائلاتهم عبر توفير محاكمة عادلة وإجراءات قانونية واضحة. إن العدالة الحقيقية لا تتحقق في ظل وجود المجرمين في السلطة. إذا أردنا بناء سوريا المستقبل يجب أن نبدأ بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري. محاميات شمال وشرق سوريا تؤكدان على أن العدالة والمساءلة هما الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه سوريا حرة وآمنة. فالعدالة ليست مجرد خيار، بل هي حق يجب أن ينفذ على الجميع.